حياتي اتغيرت تماما تماما من واحدة عايشة في بيتها معززة مكرمة، بظروف كويسة جدا جدا جدا، لحد حالته بقت تصعب على أي حد في الدنيا. خدت عفشي ورحت عشت مع حماتي، لأن في درجة إن أنا ما كنتش قادرة أدفع الإيجار لنا ولا جوزي. ومن بعد حماتي ما خدت عفشي قالت لي لو الوضع ده مش عاجبك خدي بعضك وامشي، وسيبي عفشك وامشي شوفي انت عايزة تروحي فين. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. قصة النهاردة فيها ظلم. يعني ليه الناس بتعمل كده؟ ليه؟ ده انت ولية وهي ولية، يعني اللي تكسر ولية في عز احتياجها حسبي الله ونعم الوكيل. تقول لي انا كنت حالتي كويسه جدا، انا وزوجي كويسين جدا، جوزي كان ما شاء الله ظروفه حلوه قوي ومعاه ومبسوط وشغله ممتاز ممتاز، وعندنا شقتنا وشقه كبيره وعندنا العربيه بتاعتنا وحالتنا كويسه جدا بفضل ربنا، احسن من ناس كتير. بتقولي جات له شغل كبير قوي، فاضطر ان هو قال لي احنا كده هنلم كل اللي ورانا واللي قدامنا وهنخش في الشغل دوت، وان شاء الله هتبقى فتحة الخير علينا، هترجع الفلوس ازيد من ضعفها واكتر، وربنا هيرزق. قلت له تمام، مفيش اي مشكله، اللي انت شايفه صح اعمله. وبالتالي عمل كده، خد كل اللي ورانا واللي قدامنا ودخل في صفقه كبيره، والحمد لله وقدر الله وما شاء فعل. الناس اللي كان داخل معاهم نصبوا عليه في كل مليم، يعني كل اللي ورانا واللي قدامنا خسرناه، ما عادش معانا ولا جنيه غير الشقة والعربية اللي حلتنا. طبعا هو كان عشان يكمل الفلوس كان واخد فلوس وكان ماضي على نفسه شيكات، لحد ما الناس طبعا طلبت فلوسها لما عرف ان هو اتنصب عليه وان هو معهوش حاجة. الناس طلبت فلوسها، فاضطر ان هو يبيع الشقة ويبيع العربية عشان يسد ديونه. قلت له معلش، موجة ولازم كلنا نوطي، وان شاء الله هتعدي على خير، وازمة وان شاء الله هنفوق منها. معلش ربنا ما بيديناش حاجة وحشة، ورديت والله وما زعلت على اي حاجة راحت. كان اهم حاجة عندي ان هو يبقى بصحته وكويس وما يتصابش فيه اي حاجة وحشة، لان هو كانت نفسيته وحشة جدا. خفت عليه ان هو يتعب، وفي نفس الوقت لما انا اصريت ان هو يبيع الشقة ويبيع العربية خفت ان حد يسجنه او يحبسه. انا اعيش ازاي انا وولاده؟ انا معايا 4 ولاد، اعيش ازاي من غيره؟ واصرف منين واعيش فين؟ لما بعنا شقتنا ففكرنا ان احنا طبعا ناخد شقة ايجار، فلقينا الايجارات عالية جدا علينا، واحنا ما كانش معانا جنيه ان احنا لا نصرف ولا ننقل ولا نروح ولا نعمل اي شيء، وفي نفس الوقت مش عارفين نروح فين. راح اتكلم مع امه ومع اخواته. امه عايشة في شقة طويلة عريضة لوحدها، قالت له، عرضت عليه، قالت له خلاص يا ابني هات عفشك وتعالى عيش معايا، انا مش هعيش قد ما عشت، واشيلك انت وعيالك على راسي. حسيت ان ربنا بيدينا حاجة تنجدنا من اللي احنا فيه، وقلت الحمد لله. امه قلبها حن عليه وما حبتش ان احنا نقعد في الشارع ولا نقعد عند حد، واخواته كويس قوي ان هم عملوا معاه كده. ورديت ورحت وخدت عفشي كله، كنت لسه يا دوبك قبل ما تحصل الازمه دي مجدداه كله، وعفشي كله جديد وما عنديش اي حاجه وحشه. حماتي قالت لي خلاص طالما عفشك كله جديد، انا هبيع بقى العفش القديم اللي عندي، وهبيع كله كله كله، وانتي تعالي افرشي شقتك وادي شقتك وانا اللي ضيفه عندك. فرحت واتبسطت وبقيت اخدها في حضني واقول لها شكرا على اللي انتي بتعمليه معانا. وبالتالي عملت كده وخدت كل عفشي. وجوزي نقلنا النقله ديت، وقعدت مع حماتي، وحماتي باعت كل حاجه عندها قديمه مش عايزاها مش محتاجاها، صفت شقتها كلها، وانا فرشت الشقه كلها من عفشي واجهزتي وحاجتي كلها، ونقلت ولادي وعيشتنا خلاص بقت عيشه معاه. وقعدنا كام شهر كويسين، مفيش اي مشاكل غير ان اخواته بيجوا وبيروحوا وبس. قلت معلش اسكن على كده عادي مفيش اي مشكله. لقيت الموضوع بدأ يزيد، وبدأت ان اخته دي تيجي يوم ودي تيجي يوم ودي تيجي يوم، بقوا يجوا ورا بعض ورا بعض، مفيش يوم راح. حتى اخته، حتى اخوه ومرات اخوه بقوا يجوا، اللي ما كانوش اصلا بيجوا يزوروا امهم بقوا بيزوروها كل يوم والتاني. وانا اللي شايله على دماغي كل حاجه، من غسيل وتنظيف، يكسروا ويقطعوا
ويقطعوا ويرموا ويبوظوا ويحرقوا ويعملوا كل حاجه. طبعا كل واحده بتيجي بولادها، وانا معايا 4 اولاد. الدنيا باظت باظت بمعنى الكلام. عفشي كله باظ وحياتي كلها باظت، ومش عارفه اعمل ايه غير ان انا بقيت خدامه 24 ساعه شغاله، واقفه على رجليا، اخدم في دي واخدم في دي واخدم في عيال دي واخدم في دي، وبعد ما يمشي اشيل وانضف واغسل واعمل. ولما اتكلمت مع حماتي قلت لها يعني يساعدوني يعملوا معايا اي حاجه، قالت لي لا يا ماما، ده بيجوا بيت امهم، انتي عاجبك عاجبك، مش عاجبك انتي حره، لكن هم بيجوا بيت امهم مش هيشتغلوا عندك خدامين. قلت لها وانا تعبت من خدمتهم، مش كل يوم كل يوم انا تعبت، وانا مش قادره اقول لجوزي واشتكي له، لان اللي فيه مكفيه، هو حالته يعلم بها ربنا، وانا بخاف عليه ان هو يعيا او يتعب بسبب النفسيه، او يتشاكل مع اخواته والحاله تكبر والمواضيع تكبر. قالت لي استحملت، ويعدي شهور ويعدي ايام ويعدي شهور ويعدي ايام وانا على نفس الوضع. تعبت، بقيت بروح لدكتور مش قادره اقف على رجليا من الشقه والتعب والمرمطه اللي بشوفها وحرقه الدم، واللي تخش معوج عليا، واللي تحرق دمي بكلمتين، واللي تهني، واللي تضرب ولادي، واللي كل يوم والتاني مشاكل 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 مشاكل. وانا ببلع واسكت، مش قادره اتكلم ومش قادره اتكلم، ولا قادره اتنفس مع حد. حتى مرات اخوه بقت بتيجي تاكل وتشرب هي وعيالها وتقعد وتاخد بعضها وتمشي. انا مش عارفه اعمل ايه. وحماتي لما اتكلمت معاها قالت لي مش عاجبك، خدي بعضك وروحي اقعدي عند اهلك. قلت لها اهلي ليه؟ طب ما انا اخد عفشي واروح اجر اي شقه واقعد فيها. قالت لي لو تقدري اعملي كده. احنا يا ماما انا بعت عفشي كله عشان انت تقعدي معايا، لو انت مش هتقعدي عفشك انت مش هتاخديه. اما لا انا اقعد على ايه؟ انا بعت عفشي كله عشان انت تيجي تقعدي فيه، لو انت هتمشي انا هاخد عفشك كله وملكيش حاجه عندي. كل ده وانا مداريه عن جوزي. بدا ان هو يحس في حاجات كتير، ان انا بقيت باعيه دايما، ان بيلاقي ان انا دايما عند الدكتور، ان انا ما بنامش كويس، ان انا بقى يقول لي مال صحتك في النازل صحتك في النازل، وانا مش قادره اقول له. اللي بقول له الولاد بتكبر والخدمه ومش الخدمه وكده، وهو طول الوقت بيفضل بره عشان يقدر حتى يجيب لنا مصاريف الاكل والشرب ومصاريف التعليم. فانا مش عارفه اعمل ايه. تعبت نفسيا ومتدمره نفسيا، وبروح اشتكي لامي واخواتي، يقولوا لي لا الوضع ده ما يرضيهوش ربنا، سيبي البيت وسيبي لهم الدنيا كلها وهاتي ولادك وتعالي. اسيب جوزي ازاي وامشي؟ مش عارفه، انا في حيره فعلا. اخد بيت، اخد ولادي واروح اعيش عند امي واسيب لهم عفش الجديد كله يبوظوه اكتر ما هم بوظوه ويدمروني، ولا اسيب جوزي وارميه لاهله عشان ازمته اللي هو فيها؟ خايفه يفهم ان انا انسانه ما عنديش اصل، وان انا بعته، لان طول عمره طيب وحنين معايا ومع اخواته، ومش عارفه ليه هم بيعملوا كده. واتكلمت مع اخواته بصفه الضحك، ما تيجوا تساعدوني، ما تيجوا تعملوا. لا يا ماما احنا بنيجي هنا نرتاح، احنا بنيجي هنا ما بنعملش. كلام من اللي هو الوضع اللي يقرف، وكلام يحرق الاعصاب ويحرق الدم، غير ما بيمد ايدهم على ولادي على طول وقدام عيني ويشخطوا فيهم ويزعقوا لهم وبيحرقوا دمهم. وانا خلاص خلاص انا بقيت والله فكرت 100 مره ان انا اخد ولادي وامشي، محدش يعني انتوا عارفين بقى الست لما خلاص بقى بتقفل في وشها خالص. اخدهم وامشي، لا اروح عند اهلي ولا اروح في حته اقعد في الشارع، ارحمني من اللي انا فيه. وهي برضه يعني ناعية هم جوزها، وان هي تحكي له هتشيله هموم اكتر من الهموم والحسرة والحرقة اللي هو فيها، والدنيا اللي وصل لها من بني ادم كان فوق وحياته سنين سنين مستقرة وجميلة وما فيش اي حاجة، لبني ادم نزل لسابع ارض في تكة في تكة. هو ده اللي احنا بنقول عليه. الدنيا مش دايما حد وبتتحول في ثانية، بس لما بيبقى انت الايد، الناس اللي انت مديت لهم ايدك وكنت حنينه عليهم، هم اللي يدوسوا عليكي وهم اللي يوجعوكي لما انت بتنزلي، هي دي اللي توجع، هي دي اللي بتوجع اكتر. انت حالك صعب ومش اي حد يتحمله. انت بنت اصول وست جدعه وست محترمه وست عارفه ربنا. انت انت ربنا هيكافئك مكافاه كبيره جدا 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 بعد الصبر ده كله. انت لازم تتكلمي مع جوزك، بس مش تحكي له كل حاجه مره واحده. يعني انت ممكن تقولي له حصل كذا النهارده، انا ممكن انت تتكلم مع اخواتك كذا النهارده، يعني تجيبها له بطريقه واحده واحده، بحيث هو يعرفهم ان الوضع ده مضايقنا. انا بقول لك اصبري واحتسبي،
وان شاء الله ربنا موجة وهتعدي ان شاء الله. والناس كلها مستنيين رأيكم ليها. ريحوها، ربنا يريح بالكم. تعمل ايه؟ استنوني في الحلقة الجاية.